السلام عليكم، اهلا بيكم في طبليه. معاكم عمر ايمن، مصري مقيم في ولايه تكساس. النهارده بقى مش هناكل زي كل مره، النهارده احنا اللي هناكل ازاي بقى؟ النهارده احنا هنجرب ان احنا نشتغل اوبر ايتس. ايه اوبر ايتس ده بقى؟ اوبر ايتس ده زي اب اوبر بالظبط، يعني اللي هم الاوبر اللي بيوصل ركاب وكده، بس اوبر ايتس بيوصل اكل. الفكره كالاتي: الشخص بيطلب اوبر ايتس وبيدفع كل حاجه على الموبايل والحاجه اللي هو عايزها على الاب بتاعهم. البتاع ده بيوصل لي، الاوردر ده بيوصل لي، يرفضوا يقبلوا على حسب قيمه المبلغ، عجبني بعيد قريب الكلام ده كله. ثم لو قبلته بتحرك على المطعم، استلم الاوردر واروح للبيت بتاعه اسلمه له. هو دي قصه واضحه وبسيطه. فانا النهارده هجرب الاب، اشتغل مثلا 3 4 ساعات واشوف هعمل فلوس كام، يعني هجرب اعمل فلوس كام وكده وفي نفس الوقت اعرف مطاعم جديده والكلام ده كله. فيلا بينا، بس قبل يلا بينا والنبي يعني ادينا اشتراك، يعني دلعنا كده اشتراك او لايك، يعني شير، اي حاجه تيجي منك. والله العظيم انت راجل محترم وزي الفل حبيبي. يلا بينا. يلا بينا بقى نفتح ونشوف الاب ونظبط دنيتها. مبدئيا كده انا ما ينفعنيش الاوبر ايتس اللي انا تحت ال 21، يعني انا بس اللي اشتغل اوبر ايتس. اوبر ده ما ينفعنيش ان اشتغله. هم عندهم الابين، انا منزل اوبر ايتس اللي هو الاكل العادي، واوبر درايفر ده الاب بتاع الاوبر درايفر. هنفتحه بقى ونشوف دنيته. الاب بيفتح بالشكل ده، وبيبقى عندك الخريطه، ليهم الخريطه بتاعتهم وزرار جوه. انا اوريدي عملت ساين اب لكل حاجه وضفت كل معلوماتي واتقابلت للشغل معاهم، دخلتهم نوع العربيه، دخلت لهم عليها تامين، كل المعلومات واتقابلت. والمحصول دلوقتي اللي انا عملته في اليوم كله زيرو. هنبدا على الزيرو، والموضوع سهل وبسيط. انا اول ما هبدا اشتغل هدوس بس زرار جوه ده، وهو بقى هيجيب لي كل حاجه بقى، يعني هيجيب لي بقى اي حاجه وانا استنى. فيلا خلينا نشوف بقى ونبدا. انا بدات بالظبط الساعه 4 وثلث. 4 وثلث بدات بالظبط 4 وثلث. فانا بقى نشوف دنيتها ونبدا. يلا بينا، يلا جو. يلا استنى بقى مع بعض الاوردر ونشوف بقى في اي اوردر هيجي كده. هو الاب بيحاول على قد ما يقدر انه يجيب اقرب اوردر ليك، اقرب اوردر يجي ليك او اقرب مطعم يجي منه اوردر، بحيث ان هو يبعتك ليه. هم بقى ليهم نظامهم بقى في الاب. ايه يا جدعان، مفيش شغل ولا ايه؟ بقى لي دقيقتين مستني. الله، معروف عن اوبر يعني ان الشغل فحت وردم وفي كل حته. يا مسهل. اعتقد ان لازم اتحرك بالعربيه بحيث انه يشوفني بتحرك. والله ما اعرف، والله ما اعرف. ادينا قاعدين مستنيين. الرزق من عندك يا رب. اهو بسم الله ما شاء الله. جالنا اول اوردر يا جماعه. اوردر اهو ب 12 دولار 10 سنت انكلودد. انت انا هقبله الاول. انا كده قبلته. توتال المايلز اللي هسوقها في التربايه دي 9 مايل. 9 ما اعرفش كام كيلو يعني، بس هو المطعم قريب مني. هما 2 ديليفريز يعني من نفس المطعم، 2 طالبين من نفس المطعم، فجمعهم سوا واداهم لي من مطعم اسمه بلازا بيتزا اهو. وده المسافه اللي بيني وبين المطعم. يلا بينا نتحرك، يلا بينا. وصلنا المطعم وخلينا نخش بقى نجيب الاوردر من جوه. استلمت الاوردر من بلازا بيتزا، وهي كانت طالبه باين واحده اسمها انا، طالبه سلطه وبيتزا اللي هي بالطول دي، وطالبه ازازه صاروخ اللي هي ب 2.5 ولا ب 3 جنيه دي، اللي هي كوكاكولا. بس الموضوع ان مش اوردرين من نفس المطعم، هم 2 اوردر من مطعمين جنب بعض، فده اللي خلى السعر عالي شويه لما جالي الاوردر في الاول. خلينا نروح المطعم الثاني ونشوف دنيته. يلا بينا. وصلت المطعم التاني وشكله مطعم مكسيكي. استلمت تاني اوردر في نفس الطلب اللي جالي على اوبر ايتس، مطعم مكسيكي. هو عايز ابقى اجربه برضه، عندهم جميع انواع الاكل المكسيكي وكده، نبقى نجربه في مره باذن الله. خلصنا، عملنا بيك اب للمطعمين، المطعم الاولاني اللي هو بلازا بيتزا، والمطعم التاني اللي هو تورتوس لهار مش عارف ايه. وندوس بقى ايه، ستار ديليفري. ادي اول اوردر بعيد عننا 6 دقايق، سايبه نوتس بتقول ليف ات دور، ليف ان تشير باي دور، يعني هي كمان مش عايزه تقابل. بص شايفين قله الادب في اول اوردر؟ بتقول لي ليف ات دور، يعني مش عايز تخرج تستلمه ولا تقابلني. لا 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 لا، هو بس سيبه على الكرسي وانا ما افضلي بقى ابقى اخرج اجيبه. خدام عند اهلك انا. بس يلا بقى لزوم الفيديو. يلا بينا نبدا نصور بقى ونشوف دنيته. يلا بينا.
كده وصلنا اول اوردر اللي هو من بلازا بيتزا. خلينا نطلع بقى نوصل التاني عشان ايه يبقى كده تمينا اول ريكويست او اول اوردر من اوبر ايتس كامل. خلصت ووصلت تاني توصيله في نفس الاوردر اللي كان اول واحد يجي لي للمعلمه ستيفاني، خدته مني. وبكده تعالوا بقى نشوف كده احنا خلصنا المعلمه ستيفاني. نسيت اخد صوره، يلا اخد لها اي صوره فخاد. لازم تصور الاوردر وانت بتاخده بس مش مشكله. delivered. كده خلصنا الاوردر. المفروض هنا يجي المبلغ توتال 2 تريبس ب $5.50. التربتين اللي هو بلازا بيتزا والمعلمه ستيفاني الاثنين دول عملت منهم $5.50. احنا لسه شغالين يعني، وباذن الله نشوف بقى بعد 3-4 ساعات هنعمل كام بالظبط. يا مسهل الحال يا رب، ونستنى اوردر كمان. يلا بينا. في انتظار بقى شغل تاني، قاعدين مستني يجي اي اوردر. عايزين ناكل عيش يا جدعان، عايزين ناكلها بالحلال والله العظيم. يلا بينا في الانتظار. انا اعتقد ان لازم انا اقرب او اتحرك بحيث ان الاوردرات تفضل تجيلي، فخلينا نتحرك شويه ونشوف دنيته. بقالنا 6 دقايق من القر والفر في الشوارع الى ان يجي اوردر. مفيش حاجه، الشغل نايم خالص. شكلي اخترت يوم غلط، بس يعني ياكل ادينا مستنيين يعني، اكيد الخير جاي. اكيد بقى يعني بيحوشوا له اوردرات كده مره واحده ويدوني اوردر كبير مثلا ب $100 ولا حاجه، وده مستحيل يعني. ادينا في الانتظار. اخيرا وبعد طول انتظار جالنا اوردر من مطعم اسمه شاورما باشا. هنا نعمله الاول اكسبت من مطعم اسمه شاورما بريست. توتال التربايه دي $13 انكلودنج التيبس اللي هو ممكن يحطه وما يحطوش، يعتبر يطلع منها برده ب $5 او $4. يلا بينا نبدا. وصلت المطعم اسمه الشاورما بريست، ده تاني اوردر اعمله. هو السؤال الغريب ان هو جوه سوبر ماركت يعني. ورونا المطعم اهو، حتى اسمه هناك اهو. استلمنا تاني اوردر. مطعم اسمه شاورما بريست، طلع مطعم عربي بس اللي كان شغال عليه امريكاني. فالمهم يعني هنطلع نوصل الاوردر ده بقى للمعلم ونشوف دنيته ايه. يلا بينا يلا بينا. كده تاني تربايه من مطعم اللي هو شاورما بريست ده تمت بنجاح. وصلنا لتوتال على ال3 تربات دول يعني $8. حاجه في 7.59 $8 حاجه زي كده. هنكمل ونشوف بقى بعد 3-4 ساعات ايه الدنيا. يلا بسم الله. لم علينا عبيدك يا رب، لم علينا عبيدك يا رب. توكلنا على الله. واخيرا خلصت يعتبر 6 أو 7 تربات كتوتال، كل التربات مع بعض. وحان الوقت بقى نعرف عملنا كام بقى. انا اشتغلت بالظبط من 4:30 ل 6:30 بالظبط، ساعتين بالظبط. وسبت ساعه ونص عشان نظامهم ان هو التبس اللي هم بيسيبوه بيدخل بعد ساعه والكلام ده، فسبت عشان اعرف الوقت كله عملت توتال كام بعد التبس وكله. بس انا دلوقتي داخل على 8، اديت لهم ساعه وربع لما التبس يخش. اعتقد كل التبس دخل. فخلينا بقى نشوف عملنا كام وايه دنيته. احنا عملنا بالظبط $55 في ساعتين. 55 96 سنت، يعني بنتكلم في $56 بالظبط ساعتين. وانا خسرت بنزين يعتبر ب $15 او نقول ب $16. يعني انا مكسبي في الليله دي كلها $40. ولكن انا مش هدخل حوار البنزين وكده لانه من ضمن الحاجات اللي بندفعها. فانا يعتبر توتال يعني انا التوتال عملت من اوبر ايتس في الساعتين $56. تفتكر بقى $56 دول يعملوا ايه في امريكا عموما يعني، او في تكساس بالاخص؟ يعملوا ايه كاكل وشرب كليله؟ دي نعرفها مع بعض. هعمل لها فيديو مخصوص باذن الله نعرف ال 56 طلعتهم من اوبر ايتس اللي هو شغل ساعتين بس تقدر تشتري بيهم ايه في امريكا. بس لو عجبك بقى الافكار دي وبتاع، برضو انا بعيد عن الاكل بحاول اعمل حاجه برضو ايه تفكنا شويه ان انا قاعد باكل وبتاع وبقيم مطاعم والكلام ده كله. فما تنساناش بقى باشتراك بقى زي ما قلت لك، لايك شير كومنتس على الفيسبوك، اعمل لنا شير. ظبطنا بص ظبطنا واللي يجي منك زي الفل. بس خلصنا كده الفيديو ونشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. يلا السلام عليكم.